اهلا بيكم في حلقه جديده من فيت باي ساينس. معاكم دكتور محمود العطار، وانا النهارده هتكلم عن مشكله بتواجه حوالي 90% من السيدات، وهي السيلولايت. فهنعرف النهارده مع بعض باختصار يعني ايه اصلا سيلولايت، وايه الاسباب اللي بتعمله، وازاي تقدري تخلصي منه في البيت بطرق سهله وبسيطه، وهتفرق معاكي بشكل كبير جدا ان شاء الله. خليكم معانا. السيلولايت بكل بساطه هو عباره عن نتوءات بتحصل على سطح الجلد، وفي ناس بتوصفه على انه شبه قشره البرتقال، ودي بتحصل غالبا في منطقه البطن والفخذين والمؤخره، وبتحصل بسبب زياده سمك الطبقه الدهنيه الموجوده تحت الجلد. فبالتالي لما الطبقه الدهنيه دي بتزيد بتضغط على الجلد بتاعك وبتعمل لك النقر او النتوءات اللي انت بتلاحظيها دي. بس في اعتقاد غلط عند الناس ان السبب الرئيسي للسيلولايت هو الزياده في الوزن، ودي حاجه غلط، لان في ناس كتيره ما عندهمش زياده في الوزن بس نلاقي ان عندهم سيلولايت عادي جدا. فده دليل ان في اسباب تانية ممكن تعمل لك السيلولايت، ومنها مثلا تقدم في السن، تغيير في الهرمونات، عندك مشكله في نقص الكولاجين في الجلد، الجلد نفسه الطبقه بتاعته رفيعه، او ضعف الدوره الدمويه وخصوصا في الجزء السفلي من الجسم، وبرده الحمل. كل دي عوامل ممكن تعمل لك سيلولايت، مش شرط الزياده في الوزن. واكيد طبعا الزياده في الوزن ده عامل كبير، بس برضه في عوامل تانية ممكن تبقى عندك وهي دي اللي بتسبب لك السيلولايت. والسيلولايت في حد ذاته ما فيهوش اي مشكله او حاله مرضيه، ولكن المزعج فيه عند بعض الناس هو شكله. وعلشان كده في الفيديو ده هعرفك على خطوات بسيطه لو عملتيها في البيت هتقدري تتخلصي منه ان شاء الله. اول حاجه لازم تعمليها لو انت عندك زياده في الوزن انك تعملي دايت مظبوط وتقللي من الوزن بتاعك. فبمجرد انك بدات تقللي وزنك هتلاقي ان شكل السيلولايت بدا يروح. وعلشان تظبطي الاكل بتاعك مش هقول لك بقى لازم تعملي ده نظام غذائي مظبوط ومش عارف ايه، هقول لك على شويه حاجات بسيطه لو عملتيها تقدري بيها تقللي من وزنك. واول حاجه لازم تعمليها انك تبعدي عن السكريات. حاولي تقطعي مصدر السكريات خالص، السكر على الشاي، الحلويات، البسكوتات، كل الحاجات دي لازم تقطعيها خالص. لازم تاكلي دهون صحيه، زيت الزيتون، المكسرات، الافوكادو، كل دي دهون صحيه لازم تعتمدي عليها في الاكل بتاعك. تالت حاجه مثلا لازم تزودي من كميه الخضروات والفاكهه، عشان الخضروات والفاكهه هيديوكي احساس بالشبع، وكمان فيهم الياف وعناصر غذائيه مهمه جدا لجسمك. وكمان لازم تزودي من كميه البروتين في الاكل بتاعك علشان هيديكي احساس كبير بالشبع. يعني من الاخر كده الملخص للدايت اللي انت هتعمليه انك تقطعي السكريات، لازم تبدلي مصدر الدهون بدهون صحيه زي اللي قلت لك عليها، تعتمدي على الفاكهه والخضروات، تعتمدي على مصدر كويس للكربوهيدرات زي مثلا البطاطس المسلوقه، الشوفان، كل دي مصادر كربوهيدرات كويسه جدا ممكن تعتمدي عليها. هو طبعا لازم لكل واحد على حسب سنه ووزنه وحاجات كتيره يبقى ليه دايت معين بالنسبه له، بس الحاجات اللي قلت لك عليها دي حاجات سهله وبسيطه تقدري تعتمدي عليها علشان تقلي في الوزن. وكمان في حاجه مهمه جدا لازم تعمليها انك تزودي من كميه شرب الميه، يعني ما تشربيش اقل من لتر ونص او 2 لتر ميه في اليوم، علشان الميه مهمه جدا جدا للدوره الدمويه، وكمان بتحسن حاجه اسمها الليمفاتيك فلو، فلازم تزودي من كميه شرب الميه خلال اليوم. وعلشان تفتكري خلال اليوم انك المفروض تشربي ميه، حاولي اول ما تصحي من النوم تشربي كوبايه ميه، وتشربي كوبايه ميه قبل كل وجبه. وبين الوجبات ممكن تعتمدي على الخضار والفاكهه علشان دول فيهم كميه ميه كبيره وهيساعدوكي في كميه الميه اللي انت محتاجاها خلال اليوم. تاني حاجه ممكن تعمليها في البيت هي المساج الجاف، والمساج الجاف ده بيتعمل بحاجه اسمها دراي براش، وهسيب لكم اللينك بتاعها تحت لو انت عايزه تعرفي شكلها او هي بتتجاب منين. وبالنسبه لطريقه استخدامها تستخدميها من تحت لفوق او في حركه دائريه، ويفضل انك تستخدميها اول ما تصحي من النوم وتاخدي بعديها شاور سخن، وهي هتفيدك جدا عشان هي برضو بتحسن من الدوره الدمويه عندك وهتفرق معاكي بشكل كبير ان شاء الله. وفي طرق تانية للمساج ممكن تستخدمي فيها مستخلصات ثمار الافوكادو، زيت الشيا، الكافيين، او مثلا تعملي سكراب قهوه او زيت الزيتون. كل الحاجات دي هتفرق معاكي بشكل كبير جدا، وحاولي تعمليها من مرتين ل3 مرات في الاسبوع. بس اهم حاجه الاستمراريه، النتيجه مش هتبان من اول مره، فحاولي يكون عندك استمراريه في الموضوع ده وهتلاحظي بتغيير كبير جدا ان شاء الله. ومن الطرق الفعاله جدا في البيت هي استخدام خل التفاح. فبتجيبي كميه من خل التفاح مع كميه متساويه من الميه، وبتدهن على الجسم وبتتساب نص ساعه قبل الشاور، وهتكرري الموضوع ده كل يوم وهتلاحظي النتيجه بعد اول شهر ان شاء الله. انا كده خلصت الحلقه، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو لسه في اي حد عنده اي استفسار او عايز نتكلم الحلقه الجايه عن موضوع معين يكتب في الكومنتات تحت وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل علشان تتابعوا كل الفيديوهات الجديده ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس، شكرا ليكم.